واحد البلاغ ملكي تاريخي كشف كاع الوراق وبين للعالم باللي علاقتنا مع خوتنا الافارقه اقوى من اي محاوله ديال التفرقه. بلاغ الديوان الملكي جا في وقت حساس بزاف باش ياكد باللي المغرب متمسك بالثوابت ديالو، وباللي الشعب المغربي واعي وعارف باللي دوك المخططات اللي باغيه تزرع الضغينه ما غادي توصل حتى نتيجه. سيدنا الله ينصرو ركز على ان الروابط بين المغرب وافريقيا ماشي ديال اليوم، هذه قرون وحنا مجموعين على قيم الاخوه والتضامن والاحترام المتبادل اللي ما كيتبدلش. واخا وقعت شي نرفزه في الدقائق الاخرى داكشي كيبقى غير سحابه صيف وغادي تدوز. المهم هو ان الروابط اللي كتجمعنا مع خوتنا في السنغال اقوى من اي سوء تفاهم عابر فوق العشب. خاصنا نفهموا باللي اي نجاح كيديروا المغرب سواء في التنظيم ولا في الرياضه راه هو نجاح للقاره السمراء كامله. هدفنا ديما هو نساهموا في اشعاع الكره الافريقيه في العالم كامل. الرساله واضحه، خاصنا نشوفوا الانجازات بعين كبيره، عين ديال قاره وحده متماسكه، ونبعدوا على التعصب الضيق، حيث في الاخير حنا خاوه والكره غير وسم.